الفنانة الراحلة زبيدة ثروت هي نجمة من نجمات الزمن الجميل. جمالها كان ساحر، عينيها خضرة وملامحها رقيقة ناعمة، بتعبر عن نجمة سينمائية مختلفة تماما عن باقي نجمات زمنها، ونجوميتها ما زالت في ذاكرتنا ومش هننساها أبدا. ونفتكروها طبعا في فيلم يوم من عمري مع عبد الحليم، وفي بيتنا راجل مع عمر الشريف، وزمان يا حب مع فريد الأطرش، وغيره طبعا من أفلام كتير. وفي أواخر السبعينيات وفي عز نجوميتها شعرت بالحنين إلى الاستقرار العائلي، وعاشت دورها كجدة لأول حفيدة ليها، وابتعدت عن السينما والساحة الفنية، وظلت بعيدة عن الحياة الاجتماعية بالرغم من جمالها. ولزبيدة ثروت 4 بنات، وهم بالترتيب من الكبيرة للصغيرة: ريم، وبعدها رشا، ومها اللي كانت بتعيش في أمريكا مع زوجها، والرابعة اسمت أصغر بناتها من زوجها المنتج صبحي فرحات اللي اتجوزته في أوائل الستينات، وتم الانفصال والطلاق بعد 8 سنوات، أي في أواخر الستينيات. ورشا فرحات ابنة زبيدة ثروت لا تعمل حاليا، وكانت قبل كده بتعمل في المجال المصرفي، ومتزوجة من المهندس أحمد عبد القدوس نجل الأديب إحسان عبد القدوس منذ أوائل التسعينات، ومعها ولدين. وكما تداولت مؤخرا صور حديثة للبنات ال4 في فرح اسمت أصغر ابنة، والصورة وضحت مدى جمال 4 بنات، كل واحدة فيهم أحلى من التانية. وبمجرد ظهور الصورة تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة المنشورة، وانهالت التعليقات اللي بتشيد بمدى جمال البنات ال4 اللي توارثوه من والدتهم طبعا. وأشار البعض إلى أن وجه الشبه الكبير بين الابنة الصغرى اللي هي اسمت العروسة وبين والدتها الفنانة زبيدة ثروت. وجدير بالذكر أن الفنانة زبيدة ثروت كانت قد اعتزلت الفن خلال فترة السبعينيات، وقدمت آخر أعمالها وهي مسرحية عائلة سعيدة جدا، ووفاتها المنية عام 2016 عن عمر ناهز 76 عام بعد صراع مع مرض سرطان الرئة. ربنا يرحمها، فنانة كانت جميلة ورقيقة، وجمالها كان طبيعي طبعا. وشكرا حبايبي، حسن المتابعة، مع ألف سلامة. ما تنسوش اللايك من فضلكم، مع السلامة.